الحلقة دي أنا سميتها مش لوحدك، علشان أقدر ولو بمحاولة بسيطة إني أطبطب على قلب كل حد بيسمعني أو بيشوفني دلوقتي. أنت بجد مش لوحدك. أي شعور سيء ممكن تكون حاسس بيه، في ألف زيك دلوقتي في الدنيا حاسين بنفس المشاعر السلبية دي. وأي وقت تحس فيه إن أنت مش لوحدك، ففي ناس كتير حاسة بوحدة وحاسة بخوف وقلق. وعلى فكرة في ناس كتير مش بيبقى عاجبها حالها ولا راضية عن وحدتها، ومش كله بيختار بمزاجه. بس الحقيقة إن الوحدة مش رفاهية. زي ما انت بإيدك ان انت تاخد المساحة بتاعتك، تاخد وقتك وتبعد وتنعزل عن الناس، يمكن تكون أحسن. بس في ناس تانية مش بإيدها، في ناس مش بمزاجها بيصحوا يلاقوا نفسهم لوحدهم. في ولاد صغيرين الدنيا بتتقلب بيهم في لحظة، كل حاجة بتروح، بيلاقي نفسه لوحده في الدنيا. فصدقني انت مش لوحدك. أكيد في الدنيا دي في حد بيحس بيك، حد بيحبك. يمكن انت ما تعرفش، يمكن هو مكسوف يقولك، بس الأكيد إن هيجي وقت تطمن وما تبقاش لوحدك.